السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مع حضراتكم محمد طاهر. أنا مش هبدأ الفيديو بسؤال، أنا هقولك جملة لو حسيتوا إنها بتوصفكم يبقى كملوا معايا الحلقة للنهاية. يمكن بقالك شهور ويمكن بقالك سنين أنت موجود وسط الناس لكن مش عايش معاهم، بتخرج لكن مش بتحس بالخروجة، بتتكلمي لكن جزء من دماغك مشغول بحاجة تانية، بتضحكي وبعد الضحكة بثانية تسألي نفسك هو أنا ضحكت طبيعي؟ أنت بتصلي لكن بدل ما تكون مع ربنا تلاقي جزء من دماغك بيسألك هو أنا مركز؟ هو أنا نويت صح؟ هو أنا حسيت بخشوع؟ بتتكلم مع أحد أصدقائك أو حد من قرايبك لكن فجأة تلاقي نفسك سايب الكلام كله وبتراقب أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ أنا متوتر؟ الفكرة راحت؟ هو الإحساس قل؟ أنا طبيعي؟ لو دي حياتك ودي حياتك فأنا عايز أقول لكم على حاجة يمكن تكون أول مرة حد يقولها لكم بالشكل ده. انتوا مش عايشين حياتكم، انتوا عايشين جوه دماغكم. انا عارف ان اول رد هيجي في دماغك دلوقتي هو بس انا غصب عني، وانا مصدقك، لان اللي عنده وسواس مش بيختار انه يعمل كده، لكن هو اتعلم يعمل كده، وتعلم ده من غير ما يحس، وده اللي احنا هنفهمه في الحلقة دي. أنا عاوزك ترجع معايا لأول يوم بدأ فيه الوسواس. عاوزك تفتكر اليوم ده كده كويس. كان عندك مشكلة واحدة بس، فكرة، صح كده؟ مجرد فكرة. يمكن فكرة عن المرض، فكرة دينية، ممكن تكون الفكرة دي كانت فكرة عن الأذى، ممكن تكون فكرة عن الموت. المحتوى مش مهم، لكن كانت مجرد فكرة. دلوقتي عاوزك تجاوبني بصدق، هل النهاردة المشكلة لسه هي الفكرة ولا المشكلة بقت أكبر؟ أنا شايف إن الوسواس عمل حاجة أخطر من إنه يجيب لك فكرة، هو غير طريقة عيشك. خليني أوصف لك يومك وإنت أحكم. تصحى الصبح، أول سؤال أنا عامل إيه النهاردة؟ هتسأل نفسك السؤال ده السيناريو اللي هيحصل معاك من بداية اليوم. أنت مش بتسأل هنا علشان تعرف، أنت بتسأل علشان تطمن، وده برضو اللي بيحصل معاك. تيجي تفتح عينك تبدأ تعمل مسح سريع، هي الفكرة موجودة؟ وانت تبدأي تقولي لنفسك يا ترى القلق موجود؟ هو الإحساس موجود؟ لو لقيت ان الفكرة موجودة والقلق موجود والإحساس موجود يبقى اليوم بايظ. لكن لو مفيش حاجة من دي موجودة بترتاح، لكن بعد 10 دقايق ترجع تعمل نفس التفتيش وترجعي تعملي نفس الفحص. عارف المشكلة فين؟ انك بقيت فاكر ان ده طبيعي. لكن اسمح لي اسألك سؤال، هل الشخص اللي ما عندوش وسواس اول ما يصحى بيفتش على مشاعره؟ اكيد هتقولي لا. هقولك هو بيعمل ايه. هو بيقوم يغسل وشه، يشرب قهوته، يفكر هيعمل ايه. لكن انت او انتي قبل ما بتبدأي تعيشي بتبدأي تفتشي. وانا هنا عاوز اقول لكم على حاجة، الوسواس مش بيخوفك بالفكرة بس، الوسواس علمك وعلمك ان لازم نفضل نراجع نفسنا، وده حجته فيها ان احنا لما بنفضل نراجع نفسنا بنكون في امان. فهتلاقي نفسك كل شوية بتراجعي نفسك، بتراجعي احساسك،
بتراجعي أفكارك، هتلاقي نفسك بتراجع دقات قلبك، هتلاقي نفسك بتراجع نيتك، تركيزك، بتراجع إيمانك، بتراجع كل حاجة. وبالتدريج بقيت عايش كمفتش مش كإنسان. عاوزك تركز معايا في الجملة دي. الوسواس حول حياتك من حياة إلى مراقبة حياة. علشان كده تعالوا نعمله تجربة مباشرة مع بعض. عاوزكم تنفذوا اللي أنا بقوله ده بالظبط، مش مجرد إنكم تتفرجوا على الحلقة، علشان تعرفوا أنا عاوز أوصل لكم إيه. مبدئيا حاليا تعالوا نبدأ. عاوزك وعاوزك تراقبوا تنفسكم دلوقتي. يعني واحنا بنتنفس عاوزين نركز على هل النفس طويل ولا قصير؟ هل صدرك بيتحرك؟ هل في فرق بين الشهيق والزفير؟ ايه اللي حصل؟ غالبا تنفسك في اللحظة ديت بقى غريب شوية، يمكن حتى حسيت انك مش عارف تتنفس طبيعي. طيب يا ترى هل كان في مشكلة في تنفسك قبل ما اطلب منك تراقبه؟ ولا المشكلة بدأت لما ركزت عليه؟ تعالوا بقى نشرح بطريقة علمية التجربة اللي احنا عملناها دي. عندنا المخ ليه طبيعة معينة، وهي عامل زي كشاف نور. الكشاف دوت مش بيخلق الأشياء، هو بس بينورها، ولما ينور حاجة تبان أكبر وأوضح وأهم. ودوت اللي حصل مع الوسواس. في الأول كان في فكرة، بعدها سلطت عليها نور انتباهك، بعدها فضلت تراجعها، بعدها بدأتي تراجعي نفسك، وبعدها بقيتي عايشة جوه دماغك. أخطر حاجة عملها الوسواس هنا إنه أقنعك إن النجاة هتكون من جوه، مع إن التعافي موجود بره. هنا بقى في سؤال خطير جدا لازم نسأله. لو المراقبة هي المشكلة، يبقى ليه مخي بيجبرني أراقب؟ ليه كل شوية أرجع أبص جوه نفسي؟ وليه حتى لما أقرر أبطل ألاقي نفسي بعد 5 دقايق برجع أراقب تاني؟ الإجابة هتغير نظرتك للوسواس كلها، لكن قبل ما نقولها عاوزك تفتكر جملة بس من اللي احنا قلناه دوت، إنك كل دقيقة انت بتقضيها تراقب نفسك هي دقيقة انت ما عشتهاش. وتعالوا ننتقل بقى للجزء الثاني ونعرف ليه مخك بيجبرك تراقب نفسك. خليني الأول أسألك سؤال. لو طفل صغير وقع على الأرض، أول حاجة يا ترى هيعملها إيه؟ هيبص حواليه يشوف في خطر ولا لأ، صح؟ لأن المخ متصمم يحمي الإنسان، وده شيء طبيعي جدا مفيهوش مشكلة. لكن إيه اللي بيحصل لما المخ بيغلط ويعتبر إن فكرة عادية بقت خطر حقيقي؟ هنا في اللحظة ديت بتبدأ الحكاية. تعالوا كده نتخيل المشهد اللي بيحصل. تجيلك مثلا فكرة وسواسية في أقل من ثانية، المخ يبدأ يعمل إنذار، يقول في خطر، مع إن في الأساس مفيش خطر، لكن بالنسبة للمخ الخطر بيكون حقيقي. بعدها إيه اللي يحصل؟ تبدأ تشعر بقلق وضيق وتوتر، ويمكن كمان ضربات قلبك بتكون أسرع من الأول، وممكن بتحس بانقباض في صدرك، وبتحس بإحساس غريب في جسمك. وهنا تحصل أهم لحظة في دورة الوسواس، أهم من الفكرة نفسها. المخ يقولك شوف بسرعة إيه اللي بيحصل جواك، فتبدأ تراقب. وهنا أنا عاوزك تركز جدا معايا شوية في الحتة دي. أنت ما راقبتش نفسك لأنك ضعيف، أنت راقبت نفسك لأن مخك كان مقتنع إنه بيحميك، ودي نقطة مهمة جدا لازم نكون فاهمينها. لكن المشكلة إن الحماية ديت بتتحول لسجن.
ادي لك مثال على كده عشان اوضح لك معنى كلامي. عاوزك تتخيل ان عندك جهاز انذار في البيت، وكل ما حاجة تعدي بره في الشارع الجهاز يشتغل وينبهك، في كل مرة ليل ونهار شغال على طول. في الاول كل ما جهاز الانذار هينبهك هتقوم تشوف ايه اللي بره، المرة الجاية برضه هتشوف، المرة التالتة الرابعة هتفضل كل شوية عمال تروح تشوف في ايه بره. لكن بعد شهر ايه اللي هيحصل؟ هتفضل طول اليوم واقف عند الشباك. هل المشكلة بقت في الحاجة اللي ماشية بره اللي جهاز الإنذار بينبهك ليها؟ لأ، المشكلة بقت إن حياتك كلها بقت حوالين الإنذار نفسه، وده اللي عمله الوسواس. جت الفكرة كانت مجرد إنذار، لكن أنت بقيت عايش علشان تراقب الإنذار ده. علشان كده خليني أقولك على حاجة ممكن تكون سمعتها، لكن خليني أفكرك بيها، وهي إن الوسواس مش بيطلب منك تحل المشكلة، ولا بيطلب منك تحل المشكلة. الوسواس بيطلب منك تفضلي تتأكدي إن المشكلة مش موجودة، وده فرق كبير جدا بين الاتنين. تعالوا نوضح بأمثلة من كل أنواع الوساوس. وليكن مثلا وسواس المرض. هتقول لنفسك أنا حاسس بوخزة، بعد دقيقة بالظبط يا ترى هل لسه موجودة؟ هتبدأ تسأل نفسك. بعد 5 دقايق كبرت معاك شوية، بعد ربع ساعة هتبدأ تقول لنفسك ما يمكن مرض خطير. هنا انت مش بتفكر، انت هنا في اللحظة ديت بتراقب. مثلا واحد عنده وسواس ديني، يا ترى انا كنت خاشع في الصلاة؟ يا ترى انا نويت؟ يا ترى هل انا قلت الكلمة صح؟ طيب بعد ما صليت وخلصت هل انا حسيت بإيمان؟ فبدل الشخص في اللحظة دي ما يفضل يعبد ربنا، بقى يراقب نفسه وهو بيعبد. ناخده مثلا مثال على وسواس الأذى. فأنت أو أنت تقول لنفسك أنا ممكن أعمل حاجة، يعني أأذي نفسي. طيب يا ترى هو ليه الفكرة دي جت؟ هتبدأي تسألي نفسك كده، وهتبدأي برضو تسألي نفسك يا ترى هل أنا اتضايقت منها ولا لأ؟ فبدل ما تعيشي حياتك هتكوني قاعدة تراقبي ردة فعلك. شايفين الأمثلة اللي قلناها دي؟ رغم أن المواضيع مختلفة وأن أنواع الوساوس مختلفة، لكن الطريقة اللي بيشتغل بيها الوسواس واحدة. علشان كده الوسواس بيغير الفيلم، لكن السيناريو كله واحد. كل مرة يجيلك موضوع جديد لكن يخليك تعمل نفس الحاجة، تراقب، تحلل، تقيس، تبدأي تراجعي، تبدأي تفتشي في نفسك. علشان كده أنا عايزك تعمل تجربة تانية. افتكر آخر ساعة، مش آخر يوم، آخر ساعة، كم مرة رجعت تبص جوه نفسك؟ مش لازم تجاوبني، أنا عاوزك تجاوب نفسك دلوقتي. يمكن تكتشف إنك عملتها 20 مرة وإنت أصلا ما كنتش واخد بالك. علشان كده خليني أديلك شرح علمي مبسط، وهو في العلاج النفسي في حاجة اسمها سلوكيات الأمان، ودي أي حاجة بتعملها علشان تقلل خوفك بسرعة. زي إيه؟ زي التأكد، إعادة التفكير، المراجعة، الطمأنة، التحليل، ومراقبة نفسك. في اللحظة دي بتحس إنهم ريحوك، لكن المخ بيتعلم رسالة خطيرة جدا، وهي واضح إن اللي حصل كان خطير طالما احتاج من الشخص إنه يعمل كل الإجراءات اللي فاتت ديت، اللي هي الطمأنة وإعادة التفكير والمراجعة والتأكد. كل ده المخ بيفهمه على إنه رسالة خطر، فبيكرر الدورة مرة واتنين وألف وتفضل عايش في الدوامة. علشان كده الجملة المهمة اللي أنا عايزك تفهمها، كل مرة تراقب نفسك علشان تطمن، أنت بتعلم مخك إن في حاجة تستحق الخوف. ودي مش معناها إنك بتعمل حاجة بإرادتك، ولا إن أنا بلومك، ولا إنك حتى السبب في مرضك، لأ مش كده خالص. لكن معناها إننا أخيرا فهمنا إيه اللي بيحافظ على المشكلة ويخليها تستمر لأطول فترة ممكنة. طيب دلوقتي فهمنا حاجة مهمة، إن المراقبة مش هي الحل. لكن السؤال اللي أكيد بيدور في دماغك هو يعني أبطل أراقب إزاي؟ أنا بلاقي نفسي براقب غصب عني،
وده سؤال في محله. لكن الحقيقة ان لو قلت لك بطل تراقب مش هتعرف وهبقى ظلمتك. لكن في طريقة مختلفة تماما مبنية على العلاج السلوكي الحديث تخليك تخرج من السجن دوت، تخليك تخرج منه من غير ما تدخل في معركة مع نفسك. وده بالظبط الجزء اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وهنعرف ازاي تخرج من دماغك وترجع تعيش. خليني أسألك سؤال. لو قلت لك دلوقتي ممنوع تفكر في فيل لونه أزرق، ايه أول حاجة هتيجي في دماغك دلوقتي؟ أكيد الفيل الأزرق، صح؟ يبقى المشكلة مش إن مخك جابه، المشكلة بقى لو فضلت قاعد تناقشه. وده نفس اللي بيحصل مع الوسواس. الفكرة تيجي وده بيكون خارج إرادتك، ما عندناش مشكلة فيه، لكن بعد كده بيبقى عندك طريقين. الطريق الأول تفضل تقول لنفسك يا ترى ليه الفكرة جت؟ طب ديت معناها ايه؟ طيب هل ده طبيعي؟ طيب يا ترى هل أحلل الفكرة؟ طيب أقيس إحساسي؟ هل أتأكد؟ طيب أطمن؟ ده طريق أنت ممكن تدخل فيه، وده الطريق اللي الوسواس عايزك تمشي فيه أصلا. طيب إيه هو الطريق التاني؟ الطريق التاني اللي أنت ممكن تعمله، تلاحظ إن الفكرة أو الإحساس ظهر من غير ما تعتبره أمر عاجل، ومن غير ما تحاول تثبت إنه غلط، ومن غير ما تثبت إنه صح، وتكمل اللي أنت بتعمله. يعني لاحظ كده في كلامي، أنا ما قلتش اطرد الفكرة، ولا قلت امنع الإحساس، ولا قلت اقنع نفسك، لأن كل دول هيدخلوك في نفس الدايرة. تعالوا نوضح اللي فات دوت بمثال عملي. هنفترض مثلا إن حضرتك قاعد تشرب شاي، وفجأة جالك السؤال اللي هو بيقول هو أنا لسه قلقان؟ الاستجابة القديمة بتاعتك هتبدأ تفحص جسمك، وهتراقب دقات قلبك، وهتحلل إحساسك. ده يمكن حتى تقارن بامبارح أنا كان فيا إيه والنهاردة فيا إيه. طيب الاستجابة الجديدة اللي المفروض إحنا نعملها، تلاحظ إن السؤال جه وتقول في نفسك واضح إن مخي بيحاول يخليني أراجع نفسي. طب وبعدين أكمل شرب الشاي. مش لأن السؤال اختفى، لكن لأنك أنت قررت إن مش هو اللي هيحدد تعمل إيه دلوقتي. تعالوا نوضح بمثال تاني. أنت مثلا قاعدة في شقتك دلوقتي، وجالك مش يمكن الوسواس رجع أهو، ده بدأ يدور في عقلك. بدل ما تبدأي بقى رحلة التفتيش ورحلة الفحص، أنا عاوزك ترجعي للحاجة اللي كنت بتعمليها. يعني لو بتعملي شغل البيت، سيبي الوسواس ده في حاله خالص زي ما هو كده، وابدأي اعملي وكملي اللي كنت بتعمليه في اللحظة دي. مش علشان تهربي منه، لكن علشان ان حياتك في اللحظة دي اهم من الفحص. علشان كده الجملة الذهبية اللي مفروض نفهمها، وهي ان التعافي مش ان الوسواس يسكت الاول. التعافي انك تبطل توقف حياتك كل مرة الوسواس بيتكلم فيها. ودي نقطة فارقة. ناس كتير مستنية النهاردة ان الافكار تختفي، لكن الحقيقة ان اغلب المتعافين بيقولوا نفس الجملة: في مرحلة معينة بطلت أدي الوسواس قيادة يومي، وبدأت أنا اللي أقود يومي. ودوت الفرق بين واحد ماشي في طريق التعافي وواحد بيلف في نفس دايرة الوسواس. علشان كده تعالوا ننتقل لتمرين عملي واقعي، لأن أنا عاوز أديلك تدريب لمدة أسبوع، تدريب واحد بس مش أكتر. كل مرة تكتشف إنك بتعمل تفتيش داخلي، سواء كنت بتراجع إحساسك، أو كنت بتقيسي القلق، أو بتسألي نفسك هل أنا طبيعية كده ولا لأ، عاوزكم تعملوا 3 خطوات. الخطوة الأولى، نسمي اللي بيحصل، يعني نقول أنا دلوقتي براجع نفسي، بس من غير ما تلوم نفسك ومن غير ما تحس بالذنب. الخطوة التانية، هتسأل نفسك سؤال واحد، وهو أنا كنت بعمل إيه قبل ما أبدأ أفتش في نفسي
او انا ايه اللي كنت بعمله في اللحظة دي قبل ما ابدأ احلل افكاري واشرد معاها. تخش على الخطوة الثالثة، ارجع للنشاط اللي انا كنت بعمله، حتى لو القلق لسه موجود، حتى لو الفكرة لسه موجودة، حتى لو الاحساس لسه موجود. لانك في اللحظة دي بتدرب مخك على رسالة جديدة، وهي مش كل انذار لازم اوقف علشانه. بالاضافة ان في نقطة مهمة جدا، في الاول هتحس انك بتسيب حاجة مهمة، وده طبيعي لان مخك متعود بقاله سنين ان المراقبة هي الامان. لكن مع التكرار مخك هيتعلم حاجة جديدة، انك تقدري تكملي حياتك حتى في وجود الشك، وده من اهم اهداف علاج الوسواس. في النهاية عاوز اقول لكم ان ممكن بعد الحلقة ديت انت مش هتصحى بكرة وتلاقي الوسواس اختفى، ولا انت هتلاقي نفسك تاني يوم الوسواس اختفى فجأة. وانا في الحلقة دي مش ببيع لك الوهم، لكن يمكن لأول مرة تفهم معايا ان المشكلة ما كانتش انك ضعيف، ولا انك ضعيفة، ولا انك فاقد السيطرة، ولا ان عندك افكار اكتر من غيرك. المشكلة ان الوسواس علمك تعيش كمراقب مش كإنسان. واول خطوة في التعافي مش انك تراقب نفسك، ولا انك تفتشي اكتر، ولا انك تحلل اكتر. اول خطوة انك تسمح لنفسك ترجع تعيش حتى لو الوسواس لسه بيهمس، لان الحياة مش هتبدأ بعد ما الوسواس يختفي. الحياة بتبدأ من اللحظة اللي بتقرر فيها ان الوسواس مش هو اللي هيختار لك تعيش ازاي. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر، والسلام عليكم.